السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا بقى نعمل اكل السمك كلها فسفور في فسفور، وهنعملها بطريقه سهله جدا والطعم حكايه مع مطبخ ماما صافي. بس اهم حاجه ما تنسوش تعملوا اعجاب للفيديو واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس. نقول بسم الله ونبتدي. جبت السمك البوري، ولما بشتريه بجيبه اللي هو بيكون بيلمع كده من بره وعينيه بتلمع والخياشيم بتاعته بتبقى لونها وردي. بفتحه كده من سلسله الظهر، وانا عامله فرشه اسنان جديده انضف بيها السمك. بنضفه كويس قوي واغسله وانشفه من الميه معايا التتبيله: طماطمايه وثوم مفروم وفلفل الوان وفلفل اخضر وليمون، شطه وكمون وكزبره وبهارات سمك. هاخد كده شويه من بهارات السمك وشويه من الكمون وشويه من الملح، اتبل بيهم السمك البوري بتاعي عشان يبقى متبل وطعمه حلو. عقبال بقى ما احضر التتبيله بتاعتنا، هاخد الطماطمايه والثوم بقى والبهارات والفلفل والليمون واضربهم في الكبه، انعمهم اخليهم ناعمين خالص، وهحط عليهم معلقه كبيره مستردة بتخلي الطعم حلو جدا. اقلبهم مع بعض بقى كويس جدا، واروح واخده بقى البوري واتبل بقى بيه سمكيه سمكيه. هجيب الاول ورق فويل وكمان ورق زبده. بنحط الاول ورقه الفويل وبعد كده ورقه الزبده، نحط فيها السمكيه ونتبلها كلها زي ما انتوا شايفين كده، ما نخليش حته ما فيهاش تتبيله من التتبيله دي. ونعمل الورقه بقى، نطبق الورقه على هيئه مركب، ونزين السمكيه بطرنشات الليمون، واحط بقى عليه شويه زيت لان انا نسيت احط في التتبيله. طبعا وانا مشغله كده، مشغله الفرن على درجه حراره 180. هدخل بقى السمك، مش هياخد معانا وقت خالص. معايا سمك بولتي طبعا برضو منضفاه كويس قوي، هتبلها بقى بملح وكمون وبهارات سمك وشويه شطه، وهتبل السمك واسيبه بقى ايه لما يشرب التتبيله بتاعته. معانا كابوريا نتايات، طبعا قعدت اغسل فيها تحت الحنفيه 3 4 مرات وانقعها لغايه ما لقيتش فيها رمله خالص، لغايه ما خليت الميه كده تبقى نظيفه، ما لقيتش فيها ميه خالص وبقت زي الفل زي ما انتوا شايفين كده. طبعا النتايات زي ما انتوا شايفين بيبقى فيها الحته دي بتبقى عامله زي السفنجه، فانا بشيلها عشان بتبقى تحتيها رمله، ملهاش اي لازمه اصلا، ما بتتاكلش، فبشيلها كده وارميها. وبتبقى مليانه بطاريخ، بتبقى حلوه جدا. شايفينها هي مش كبيره، هي وسط، وكلها بصراحه بطاريخ وحلوه جدا. هعمل لها بقى خلطه حلوه دلوقتي. معايا طماطم طرنشات وبصلايه طرنشات وفلفل برضو طرنشات ومعايا توم. هجيب كده شويه كزبره وشويه كمون وشويه ملح وشويه شطه، وهقلبهم بقى بالبصله. ادعك البصله كده مع البهارات، بتخلي البصله بتنزل العصاره بتاعتها، بتبقى حلوه جدا. بعد ما ادعكهم كده واقلبهم مع بعض كويس قوي، هقلب الخليط بقى كله مع بعض، الطماطم مع الثوم مع الفلفل مع البصل، كله كده مع بعض. وطبعا ما ننساش نص معلقه كركم صغيره، بتخلي اللون حلو جدا، والكركم اصلا مفيد. وهجيب بقى صينيه احط فيها نص كميه الخلطه دي في الصينيه من تحت، وارص الكابوريا بتاعتي، ارصها كده، وبعد كده احط من فوقيها بقيه الخلطه، وهدخلها الفرن بقى تتشوى، بتبقى خفيفة وحلوة جدا. طريقة سهلة وجميلة جدا. ويا ريت بقى لما تعملوها اعملوا البصل الابيض، لان البصل ده بيبقى غامق شوية. معايا برضو نص كيلو جمبري. الجمبري بقى اتضحك علينا، الراجل اللي احنا كان قدامه كبير، اول ما جينا البيت لقيناه صغير. كنت ناوية اعمله بصوص البتر فلاي، فقلت بقى اسلقه واعمل له شوية شوربة حلوين. حطيت حلة على النار من غير اي حاجة، وحطيت فيها الجمبري اشوحه كده، والحلة تبقى سخنة. الجمبري اول ما بيشم النار على طول لونه بيتغير للون الاورنج زي ما انتوا شايفين. اديله تقلبتين كده لغاية ما لونه يتغير، وهنزل عليه بقى بطماطمايه وجزرايه وفصين توم وجزرايه وورق لورا وممكن حبهان وملح وفلفل وشويه شطه، ولو تحطي كمان الفلفل الاحمر الحراق للي بيحب السبايسي بيبقى حلو جدا. واديهم بقى تقليبه كده مع بعض، وانزل عليهم بالميه السخنه، بس ما نزودش الميه، يعني الميه تبقى فوق الجمبري كده بشويه، لان احنا عايزين ناخد شوربه مركزه. كل ما تقللي الميه كل ما الشوربه معاكي تبقى مركزه وحلوه. وهخليها تغلي 3 4 غلوات، ما خليهاش يغلي كتير عشان ما يشدش مننا، هو الجمبري ما بيستحملش. اخليه يغلي 3 4 غلوات واطفي عليه النار، وتاخدي احلى شوربه.
وانا كنت شايله بقى واحدتين جمبري من الصغيرين على جنب، قشرتهم وطلعت السلسله الرمليه منهم، واخدت القشر وغسلته وسلقته. برضو سلقته بطماطمايه وبصلايه وجزرايه وورق لورا وشويه ملح وشويه كمون وكزبره وشويه بهارات سمك صغيرين وتوم، وسبتهم بقى لما يتسلوا عشان عايزه الشوربه بتاعتهم. الشوربه بتاعتهم واعمل بيهم احلى واسهل طبق كشك. بعد كده احط حله على النار واحط فيها شويه زيت، واحط عليها بصله مقطعه قطع صغيره، اقلب فيها لغايه ما تحمر. عايزاها تاخد اللون البراون الفاتح، واول ما تاخد اللون هروح شايلاها مطلعاها كده على ورق مناديل المطبخ عشان تنزل كل الزيت الزياده اللي فيه. ومكانها كده مكان البصل الزيت موجود، هنزل عليها بشويه الجمبري اللي انا مقشراه. لما قلت لكم انا خدت شويه كام واحده جمبري كده، خدت القشر بتاعه وسلقته عشان اخد منه شوربه. القشر بتاع الجمبري بيدينا احلى شوربه جمبري. هقلب بقى كده في الجمبري كده اشوحه، اقلبه تقلبتين تلاته، ما اقلبهوش كتير عشان ما يشدش مننا. وهنزل عليه بثلاث طماطمات كده مضروبين في الخلاط ومصفياهم، وهنزل عليهم واسيبهم بقى لما يسبكوا معانا. بس انا حاطه طماطم متسبكه جاهزه، طبعا احنا كلنا عارفين ان انا بسبك الطماطم واشيلها في الفريزر. فهسيبها تاخد غلوتين، وهنزل بقى عليها بالشوربه بتاعه القشر اللي انا سلقته. الله، ريحه الشوربه بقى حلوه جدا. وطبعا الشوربه فيها ملح وبهارات، فاحنا ما نحطش اي حاجه، ندوق لو محتاجه ملح نحط. قبل ما تغلي هجيب بوله واحط فيها شويه من شوربه الجمبري، واحط عليها 3 معالق دقيق، واقلبهم بقى مع بعض كويس قوي. اخلي الدقيق ما يكتلش، اقلبه كده بسرعه. واول ما يغلي هنزل عليه بقى بخليط الدقيق واقلب، والدقيق نازل كده لازم اقلب. الدقيق عندي هنا ماده الربط، هيربط لي يبقى عامل زي المهلبيه. ما كترش الدقيق، انا مش عايزاه يبقى تقيل، انا عايزه الكشك بتاعي يبقى خفيف كده وحلو قوي لما اكله. بص شايفين، بقلب على طول عشان ما يكتلش معايا خالص وياخد القوام الحلو كده. حلو قوي، خد القوام الحلو. هطفي عليه وهصبه بقى في الاطباق بتاعتي او البولات، وهسيبه لما يبرد خالص. ما احطش عليه البصل الا لما يبرد، عشان لو حطيت عليه البصل وهو سخن كده البصل هينزل او هيطرى قوي. وهحط حله على النار، واحط برده شويه زيت بقى كده حلوين عشان اعمل الرز الصياديه. واحط بقى بصله كبيره، الرز بيبقى ما تكتري البصل بيبقى طعمه حلو قوي. بصله كبيره كده مقطعه قطع صغيره واحطها، واقعد بقى اقلب فيه لغايه ما ياخد اللون البراون بقى. بس ده براون بيبقى غامق عشان يديكي اللون الحلو. شايفين انا وصلت للون ده، ممكن يبقى كفايه بس انا هزود شويه. طبعا توصلي للون اللي انت حباه، في بيحب الرز يبقى فاتح وفي بيحبوه يبقى غامق. انا بعمله وسط كده، اللون معايا حلو جدا. هنزل بقى عليه بطماطمايه مقطعاها قطع صغيره، واديهم تقلبتين مع بعض، وانزل عليهم بقى بالميه. طبعا الميه عيار الرز، تعملي كوبايتين رز تحطي كوبايتين ميه. واهم حاجه ما ننزلش الرز على البصل على طول، مش هيديك اللون اللي انت عايزاه. احنا ننزل الميه على البصله علشان تغلي وتدينا اللون البراون بقى الحلو اللي احنا بنحبه، لون الرز. هو ده السر. الناس كتيره قوي بتشتكي ان الرز ما بيطلعش معاهم اللون البني ده البراون الحلو، علشان بيحطوا الرز الاول. لا، انت تحطي الميه فوق الرز وتسيبيه يغلي بقى شويه. بعد كده هنسقط فيه الرز ونسيبه بقى لما يتشرب خالص، نهدي عليه النار 10 دقايق ونطفيه. وطبعا انا نسيت نحط طبعا الملح وشويه كمون. ولو عندك بقى حته تومه من دقه السمك حطيها، بتخلي الرز طعمه حلو جدا. هنا بقى الكشك بتاعي زي ما انتوا شايفين كان برد، احط بقى فوقيه البصل المحمره بتاعتنا. لو بتحبي تاكليه ساقع حطيه بقى في التلاجة على الرف، لو بتحبي تاكليه يبقى دافي كده سيبيه في المطبخ زي ما هو. الله على شكله، بصي عملنا طبقين كشك تحفه، مش مكلفيننا حاجه وطعمه حلو قوي وبسيط جدا. عملناه بمقادير بسيطه جدا. جبت بقى بتنجانية كبيرة وغسلتها ونشفتها، وحطيت شبك على نار البوتاجاز وحطيت عليها البتنجانية. بس شقت، عملت لها شقين 3 كده حسب كبر او حجم البتنجانية علشان تستوي من جوه. ما بتاخدش 5 دقايق، والشوي زي ما انتوا شايفين كده ومستوية من جوه.
هقشرها بقى، اشيل القشر وههرسها بقى بالشوكة، واحط عليها شوية خل وشوية عصير ليمون وشوية زيت وملح وشطة وكمون، ونحط عليها كمان شوية طحينة، بس انا للأسف ما عنديش طحينة. فهي كده حلوة قوي، يعني لو ما عندكش طحينة ممكن تعمليها كده. واحط بقى طاسة على النار واحط شوية زيت بقى حلوين كده، عشان جبت بتنجانتين وقشرتهم، طبعا قشرتهم وقشرت عليهم ملح وسبتهم فترة عشان ينزلوا المية اللي فيهم وما ياخدش. احط طاسة او حلة صغيرة على النار واحط فيها شوية زيت صغيرين ونص معلقة توم مفروم، وهديله تقليبة كده لغاية ما يصفر معايا. هنزل عليه بشوية خل واسيبهم يغلوا كده غلوتين، واروح نازله عليهم بعصير طماطم، طبعا حسب كميه البتنجان اللي انت هتعمليه، واحط عليهم شويه ملح وشويه فلفل وشويه كمون كده صغيرين، واخليهم يغلي غلوتين، واحط عليهم شويه ميه كده بحيث ان هو يكون خفيف شويه ما يبقاش تقيل جامد، واسيبه يغلي برضو غلوتين. واحط بقى البتنجان في طاجن او في طبق، واصب بقى فوقيه كده الصلصه بتاعتنا. الله على الريحه والجمال، ريحتها بقى وطعمها كمان هيبقى احلى واحلى. هجيب طبق واحط فيه كوبايه دقيق ومعلقتين نشا وشويه كمون وشويه كركم. الكركم بيخلي لون السمك حلو جدا، واقلبهم مع بعض واتبل بقى بيهم السمك. وطبعا الزيت على النار كنت قاليه بالبتنجان، هروح جايبه بوله فيها شويه ميه واغطس بقى السمك في الميه واطلعه على طول واحطه في الزيت. ما تقلقيش ولا تخافي، حطيه بالراحه، لا هيطرطش ولا اي حاجه، لغايه ما يتقلع على الجنبين ويبقى ذهبي باللون ده. ودي بقى غدوتنا النهارده زي ما انتوا شايفين، ما خدتش على فكره يعني معانا وقت كبير. عملنا بقى السمك السنجاري بطريقه سهله جدا وبتتبيله حلوه قوي. انا قبل كده عملتها لكم بتتبيله كده زي السلطه، كانت حلوه قوي، ودي كمان احلى واحلى، طعمها حلو جدا واحلى من اللي بتاكلوه بره. وبابا غنوج بقى من غير الطحينه خفيف وحلو جدا، وكله بقى الا طبق الكشك. عملنا الكشك بطريقه سهله جدا واي حد ممكن يعمله، والرز الصيادية او اللون الذهبي الحلو الجميل وطعم احلى واحلى. وطاجن المسقعه بقى اللي حلو جدا طعمه بقى ما اقولكوش عليه، واللي يحب يدخله الفرن ياخد وش يدخله، هو انا ما حبيتش ادخله، هو اصلا كده طعمه حلو جدا. وكله بقى وطبق الشوربه بقى مركزه، وطبعا لونها بيدل على طعمها، والجمبري بقى وجماله. الاكل كان حلو جدا وعملناه بطريقه سهله وما خدش مني وقت خالص. يعني انتوا تشوفوا الاكل تقولوا خد وقت كبير، لا بالعكس ما خدش وقت كبير معايا. طبعا والسمك المقلي بقى بالتتبيله الجباره، الله على الجمال. جربوا الطرق دي وهتعجبكم جدا، واهم حاجه ما تنسوش تعملوا اعجاب لمطبخ ماما صافي، وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.